طبعا مبروك للنادي الاهلي، اللعيبه وجهاز واداره وكل الناس. وسيد كويس، بيتكلم كويس انه بيتكلم على المدرب ولاسارتي يتعرض لهجوم، ودي حاجه كويسه انه بيحمي المدرب مدير بتاعه، فني. بيحميه. لكن صاحب القرار حاجه تانية، يعني صاحب القرار حاجه تانية. لكن هو دلوقتي لازم نبارك لهم. النادي الاهلي كسب الزمالك، والبطوله الخاصه اللي دايما بنتكلم عليها، النادي الاهلي خد البطوله لانه آه، 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 الموسم كان سيء، وكان في تصميم على انه الموسم ما ينتهيش بشكل وحش. خالي الوفاض ما يخرجش خالي الوفاض. بالظبط. اه النادي الاهلي اشتغل على العيوب اللي كانت عنده الكتيره وقللها، واستفاد من العيوب المنافس، عكس الزمالك. الزمالك كان دايما بيقول ان الناحيه الثانيه في عيوب، العيوب بعيده، العيوب بعيده، مش ما عندي، فكرش مش في عندي، عيوبه مش ولا عندي. صلحها. ما فكرش يصلح عيوبه، او ما فكرش انه يقللها. انت ما بتصلحش كل طبعا العيوب. اكيد. فالاهلي في الفتره دي صلح وقلل عيوب كتيره جدا مع الهدايا. واحنا صح نقبل الهدايا، احنا على طول طبعا بنقبل الاهلي صح الهدايا وبنمسك يقبل هدايا فيها. الزمالك دائما نقبلها والزمالك يرفض هدايا الاهلي دائما. بنمسك فيها. وعندنا سياسه الاهلي دايما في سياسه النفس الطويل. طلع ببطوله ونجح الموسم بتاعه على الاقل. الافاده الكبيره انه هيقعد وهو هادي، وانا بتمنى ده يحصل. لازم اقوله انا دلوقتي، لانه ولسه الدنيا سخنه، عشان ما يبقاش انت في قلت ده في اندماج. بدايه الموسم اللي فات بعد عشان خروجه من افريقيا والبطوله العربيه. بالظبط. النادي الاهلي احنا 3 سنين بنخرج من البطوله الاهم وهي افريقيا. لازم اعاده تقييم تجربه لاسارتي، ولاسارتي شخصيا تقييم دقيق. لانه يعني انا واحد من الناس مش شايف ان التجربه لو استمرت هتنجح، خصوصا في افريقيا، خصوصا في مستويات التانية. انا عن نفسي لكن ابارك له، طبعا ابارك له، لانه هو موجود على راس الجهاز وهو بيكسب الزمالك وهو بياخد الدوري. ابارك للعيبه، ابارك للعيبه. لكن الجزء بتاع الاداره، الجزء بتاع لجنه التخطيط وهي بتقيم القرار لازم يعني تقييم فعلي، وتقييم مش مع فرحه الدوري ولا مع فرحه ان انا كسبت الزمالك.